السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الكشري المصري الجميل. تعالى نشوف المقادير بتاعتنا. معانا العدس ده، هو نضيف طبعا. معانا صلصه ومعانا ليمون ومعانا بصل ومعانا ثوم ومعانا مكرونه مشكله والتوابل. الليمونه عشان الدقه بتاعت الكشري. معانا البصل هنحطه اهو هنفرمه. هنحط ميه من الكاتل مغليه على العدس. ايوه انا بحطه كده عقبال ما البصله تتحمر يكون العدس ابتدى يستوي في الميه المغليه دي. بعد ما بيقعد كده انا بشطفه. بينا بقى نحط البصل في حله على النار وفيها زيت. الزيت حط زيت كتير عشان انا هحتاج منه للمكرونه وللصلصه. البصل انا فرماه يعني شبه مطحون كده. هتقولي لي ليه هيتحرق؟ انا لا اقول لكم، لا هوريكم شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي. هنا البصله اهي على النار. حطينا حله فيها ميه على النار عشان المكرونه، وهنحط فيها شويه ملح. وحطينا حله عشان نعمل الصلصه بحيث ان احنا ننجز يعني. معانا يا جماعه ثوم، مش هنحطه كله بس كده عشان انا بحط نص كميه الثوم في الاول والنص التاني بعد الصلصه. امي معودانا نعمله كده، ربنا يخليها لي يا رب. يا جماعه الثوم اصفرت، انا هحط الصلصه. معلش انا بستخدم صلصه عشان القوطه هنا، انا خارج البلد زي ما انتم عارفين القوطه خضره شويه، فانا بريح دماغي وبحط الصلصه. بس الصلصه دي جميله قوي، عامله زي الطماطم الفريش بالظبط. حبيبتي يا امي وحشتيني. هنقلبها ثواني بس كده وبعد كده نضيف لها الميه. حبيباتي بصوا، حط بقى الميه. طلع بقى توم، بقيه التوم اللي انا قلت لكم عليه. طلع التوابل بتاعتها كمون وملح. يا جماعه انا بحط لها مكعب ماجي. ليه نجلاء بتحط لها مكعب ماجي؟ بحس بيديها طعم حلو قوي يعني. بحط لها نقطه كزبره ناشفه بس كده، تديها زي ريحه كده. واسيبها بقى تغلي وكده تبقى الصلصه معانا تقريبا خلصت. نعمل يا جماعه دقه الكشري. انا باقي التوم اللي معايا حطيت عليه ملح وكمون وكزبره ناشفه ونقطه شطه. بصوا كده. ومعايا قطايه صغنونه جدا مقطعاها مكعبات صغنونه جدا. تمام. احط على ده ليمونه. طريقه الكشري دي يا جماعه سريعه جدا، ما فيهاش دبكه ولا فيها زحمه ولا الكلام ده. معايا الخل طبعا. هي ازودها شويه ميه بس كده. طبعا انتوا هتدوقوها، لو محتاجه ملح هتزودوها. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي حبايب قلبي. احلى دقه كشري، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. انا ميه المكرونه غليت. انا عندي مكرونه صغنونه ومعايا مكرونه طويله هنقطعها قطع صغيره. هتقع. بصي الصلصه حلوه قوي، هي محتاجه شويه ملح. خلاص على كده يا حبايبي. البصله انا مش عايزاها اكتر من كده اهي. اطلعها بقى وابقى اوريها لكم. طبعا في الحاله دي بطفي النار على طول. يا جماعه بطلعه ازاي واصفيه كده. انا نسيت في الاول احط في الصلصه، احط لها الزيت اللي هو بتاع البصل، فما فيش مشكله احنا نضيف لها شويه كده هيديها تست حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. لو احتجتي تاني ابقى ازود. جربي بقى تحطي مكعب الماجي الاصيل ده، تحطيه هنا اهوت في الميه كده. شويه كمون. هسيبها تغلي وبعد المكرونه خلصت معايا انا هصفيها وارجع لكم. بس يا جماعه الميه غليت اهي معايا. وادي العدس، بصوا بقى نفش ازاي واستوى.
بصوا بقى، حط الرز معاه على طول. ليه بحط الرز على طول؟ لان العدس شبه استوى ومش هزود ميه، الميه مظبوطه معايا. سيبه بقى لغايه لما يستوي. المكرونه اهي صفيتها، احط عليها شويه زيت من اللي احنا خدناهم من البصل، وكده بردك تبقى المكرونه خلصت معانا. ما بحط لهاش لا ملح ولا اي حاجه، لان انا حاطه لها ملح في الميه وهي بتتسلق. تعالوا بينا بقى نعمل حمص الشام. انا معايا ميه بصلصه على النار اهي. خد شويه صلصه من اللي انا عاملاهم اضيفهم هنا، ومعايا فصين توم دقتهم، كمون، ورق ناشفه. دي اساسي يا جماعه في حمص الشام بالذات يعني. سيب الميه تغلي معايا عشان انا عايزه الميه تغلي مع الثوم شويه. ليه بقى؟ عشان انا معايا حمص الشام جاهز، مش انا اللي عاملاه، مفيش هنا حمص سايب يعني، او انا ما دورتش يعني. فده تقريبا ده مستوي، فانا لو حطيته يغلي معاها يستوي اكتر، وانا مش عايزه كده. بصوا يا جماعه، هي ابتدت تغلي اهي. احط لها نص ليمونه كبيره. لزوم الزغزغه بقى نحط لها شويه شطه صغيرين. انا معايا حمص الشام، انا غسلته اهو. تفضيل ياخد غلوه بقى صغيره جدا جدا ونطفى عليه، وبكده حمص الشام بتاعنا جاهز معانا. اوريهولكوا بالكبش احسن. احلى حمص شام. بصوا يا جماعه الرز هنقلبه دلوقتي. يا سلام على الفلفله. طبعا تضحكوا عليا تقولي لي لسه ما تشربش فلفله ايه نجله اللي انت بتقولي عليها دي. قال لكم بهزر يا جماعه، بهزر. هنسيبه يتشرب بقى، بعد كده نرجع لكم يا حبيباتي. الكشري خلص اهو. بصوا ما شاء الله الرز، بصوا مفلفل ازاي. بصوا هنحضر طبقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. احلى طبق كشري واطعم طبق كشري. كل الدول العربيه والاجنبيه لما بينزلوا مصر يحبوا ياكلوا الكشري المصري. يا سلام يا سلام على الكشري. المكرونه بسم الله. بصوا الفلفله بتاعت المكرونه، بصوا حاجه نظافه. البصل، طبعا اللي عايز شطه يا جماعه هو بيحط براحته. قولوا لنا ايه رايكم في طبقنا النهارده. ده طبقنا النهارده الكشري الجميل بتاعنا، ومعاه الصلصه ومعاه الدقه الحلوه ومعاه حمص الشام. اتمنى يا رب وصفتنا تعجبكم، ولو كده ادعموني بلايك، وما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه لانها مش هتكبر غير بيكم يا حبايب قلبي. السلام عليكم.